جزاك الله خير، بينت أوضحت والله يا شيخ، بينت أوضحت ويا ليتهم يسمعون. مساكين هذا يردد في غرفهم وفي قنواتهم حتى يعني ألبس عليهم من كثرة الكذب. شيخنا يقول أحدهم، وهذا من أهل السنة والجماعة ولكن سؤاله جميل جدا ومهم، يقول: هل يجوز الاستخفاف بشخصية عليهم، أن يقال أن عليكم جبان وعليكم، وهكذا أحيانا يقال حتى كلمة يعني يقال ديوث مثلا وكذا، عليكم يدعو الرجال لمقابلة زوجته في بيتها، عليكم كذا، عليكم كذا، وهم لا يقصدون علي بن أبي طالب، وإنما علي ذلك الخرافة، وذلك الخرافة الذي رسمته علماء الشيعة في أذهان أتباعهم. هل يجوز مثل هذا يا شيخ؟ هل يجوز مثل هذا يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل في ذلك جواز ذلك، لأن هذا معروف في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل كما سمعتم سابقا قال: قل إن كان للرحمن ولد، وقال إبراهيم عن الشمس: هذا ربي هذا ربي، وقال تعالى: قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهل يجوز أن ننسب الضلال المبين للأنبياء؟ يقول الأنبياء: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ويقول الله عز وجل: قل لا تسألون عما أجرمنا. الأنبياء يقولون لأقوامهم: لا تسألون عما أجرمنا. فمتى كان الأنبياء مجرمين؟ لكن هذا يجوز في باب المناظرة، يعني هب أننا مجرمون، لا تسألون عن إجرامنا، دعونا وحالنا. وبالقرآن الكريم هذا مليء بذلك. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذا يقال في باب المقابلة إنه إن كان يسرق، لكنهم كانوا يعتقدون أن أخاهم لم يسرق. إن يسرق هذا جائز، لكن وأنا أفعله كثيرا إذا كان هذا يصد عن سبيل الله، إذا كان يحرك العقول وينجس الأفئدة وينبه الغافل لا بأس به، وإن كان مفسدته أكبر فيمكن تركه. نعم. هم يقولوا أن علي عندنا ليس كعلي عند أهل السنة. المشكلة العجيبة، نعم هذا معروف كلام نعمة الله الجزائري. الغريبة أن واحد منهم، هذا من أعجبه، أظنه يهودي بس متعمم عمة شيعية، يا أخوان هكذا قال: اعلموا أن عليا، هكذا قال ومسجل، كان إذا مشى على الأرض شقها، وإذا رفع السيف كذا وكذا، إلى غير ذلك من الأوصاف الخيالية. ثم قال بعدها: فلما هجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجته وإذا بعلي يفر. فماذا قصده؟ هل هذا يحب علي؟ كأنه يقول للشيعة: اكفروا بدينكم من أوله لآخره، اكفروا به. كيف يصف هذا الوصف في محاضرة واحدة ثم يصف بعد ذلك بالجبن؟ لا شك ولا ريب أن وصف الشيعة لعلي بالجبن هذا متقرر، لكن ليس بألفاظهم، وإنما بحكايات حالهم وقصصهم ورواياتهم المنكرة التي أساءت إلى هذا الإمام العظيم رضوان الله عليه. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا، الشيعة اليوم يعني يتنمرون، يقولون نريد بعض يعني الغرف الشيعية يقولون نريد أن نناظر الشيخ ونريد كذا وكذا. أنا أقول يا أيها الغرف الشيعية جميعا، سواء غرفة أنصار المهدي التي تكفر غرفة علي مع الحق، أو غرفة علي مع الحق التي تكفر غرفة أنصار المهدي، جميعا كلكم يا غرف الشيعة
يا غرف الشيعة أينكم وأين علماءكم الآن أن يقابلوا الشيخ؟ حتى ما جدتم إلا أن تأتوا لنا بالكسر حتى يقابلوا الشيخ. أنا علماءكم يفرون واحدا بعد واحد. اتركوا عني طرقكم في مسألة رفع الغرف ويعني احتيالاتكم هذه الرخيصة. إن كنتم أيها الشيعة المتنمرون نمورا حقا فتعالوا ناظروا الشيخ، قفوا معه، قابلوه. هذا هو الشيخ يدعوكم في كل مرة ويفتح ذراعيه، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكنكم لا تريدون هذه الكلمة السواء. الشيخ فتح لكم المجال ولكل الشيعة، فمرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع أمام الناس جميعا. أما أنكم تذهبون به الغرفة عددها 20 رجل علشان ترفعونه، وأظن 10 منهم أسماء وهمية، فلا وكلا. أخواني بارك الله فيكم، ارفعوا غرفة الشيخ وسام، بارك الله فيكم. ارفعوا غرفة الشيخ وسام، بارك الله فيكم. شيخنا عدنان العرعور حفظك الله ورعاك، الناس يزدحمون علي يبلغونك سلامهم وحبهم ودعواتهم، وأنت موجود معهم كما هم يدعون لك وأنت غائب في أصقاع الأرض. كل من رآك وعرفك بحسن خلقك وسرعة إجابتك والتزامك بالخلق وبدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا لك حتى كثيرا من الشيعة أنفسهم يقولون نحن نحب الشيخ عدنان العرعور لما حباه الله من هذا الخلق وهذا سعة البال. يأتونه فيقذفونه بالكلام ويسبونه ويؤذونه، ويتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كن كالنجوم عن الأحقاد مرتفعا، أو كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، ترمى بطوب فتأتي أطيب الثمر. جزاك الله خير يا شيخنا يسأل أحدهم يقول: السلام عليكم، هل يجوز تبليغ الأمن عن الذين ينشرون التشيع في مدينتي، علما أن ليس في مدينتي من يحاورهم؟ يعني هم كما تعرف يا شيخ ينطلقون إلى مدن إفريقية أو كذا فيها جهلة وليس فيها علماء، ثم يبدأون ينشرون كتب وينشرون هذه الأكاذيب على أهل البيت وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يذهبون لقرى ربما القرية كلها ليس فيها مصحف واحد من فقرهم وعوزهم، وفينشرون هذه الأباطيل. مثل هذا هل يبلغ عنهم الأمن؟ يقول: هل أبلغ عنهم الأمن مع العلم أنه لا يوجد من يحاورهم؟ لك اللاقط شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم، يجب تبليغ أولي الأمر بالمفسدة الكبيرة التي تحصل من انتشار التشيع، لأن التشيع لا ينحصر في مسألة حب أهل البيت وعدم حبهم، لكن لما يترتب على ذلك من سفك الدم والأحقاد وتفريق كلمة المسلمين والطعن بهذا الدين من أوله إلى آخره. وينبغي بدأنا نستشعر، يعني كما علمت يستشعر أهل السنة بخطورة التشيع. قرآن محرف، أئمة معصومون يتحكمون بذرات الكون، صحابة كافرون، أزواج النبي خونة فاجرون، أو نعم خائنون، دعاء غير الله والعياذ بالله. ما بقي شيء، ما بقي من هذا الدين. وأنا لا أريد أن أناقشهم في كل مناظراتي إلا في هذه الخمس القضايا، وأنا أنصحكم في البالتوك أن تتجنبوا الفرعيات وما شابه ذلك، أن تناقشهم 5 إلى 7 مسائل لا تزيد: توحيد الألوهية، الإمامة، صفات الأئمة التي أطلقوا هي 3 تقريبا: العصمة وعلم الغيب والتحكم في ذرات الكون وتحريف القرآن والتقية وإيش بقي. هذه يعني 5 7 مسائل لا تزيد، هذه التي هي أسس مذهب الشيعة. كذلك نبهني الفاضل المتكلم جزاه الله خير إلى قضية مهمة